القرآن الذي لا يفتح إلا في رمضان، القرآن الذي لا يفتح إلا في يوم الجمعة، القرآن الذي لا يفتح إلا في بيوت العزاء. والله إن قراءة القرآن في بيوت العزاء بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يا الله، ما أعظمه من صنف. أهل القرآن أهل الله وخاصته. قال عمرو بن العاص كما ذكر الحاكم: من جمع القرآن أي من حفظ القرآن لقد أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. لماذا هذا الفضل؟ لأن القرآن كلام الله، أسمعه الله لجبريل، وأسمعه جبريل للنبي صلى عليه الله، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأسمعه الصحابة للتابعين، فهو محفوظ إلى قيام الساعة، لأن الذي تكفل بحفظه ليست المؤسسات ولا الحكومات وليس البشر وليس الإنس ولا الجن، إن الذي تكفل بحفظ القرآن من؟ إنه الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا أردت السعادة فعليك بالقرآن، وإذا أردت النجاة فعليك بالقرآن، وإذا أردت الكرامة فعليك بالقرآن، وإذا أردت العزة فعليك بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن الذي خضعت له البشرية، خضع له الإنس والجن والحجر والشجر والدواب، خضعت له رؤوس الكفر. والله من على منبر رسول الله ما قرئ القرآن في هم إلا فرجه، ولا قرئ القرآن في ضيق إلا يسره، وما قرئ القرآن في عسر إلا يسره، وما قرئ القرآن في قليل إلا كثره، وما قرئ القرآن في صغير إلا كبره. لماذا؟ لأنه كلام الله. القائل في أوائل سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شك فيه، لا نقص فيه، لا زيادة فيه. والله منزلتك في الدنيا على قدرك مع القرآن، ومنزلتك في الآخرة على قدرك مع القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا.